السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوزيه مورينيو يهزم نادي برشلونة في صفقة دفاعية. اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في إتمام التعاقد مع البرازيلي ماركينيوس بصفقة تقدر ب70 مليون يورو، متفوقا على برشلونة الإسباني في سباق ضم هذا اللاعب لعام 2018. وذكر صحيفة سبورت أن برشلونة قدم عرضا بمبلغ 50 مليون يورو للتعاقد مع ماركينيوس في الصيف الماضي، إلا أن ناصر الخليفي رئيس نادي فرنسي رفض بيعه، معلنا بأن البلغرانا منافسا شرسا لسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، مما دفع النادي الكتالوني لاستخدام صامويل أومتيتي من ليون. وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يفضل بيع المدافع البرازيلي لصفوف الشياطين الحمر على تشيلسي الإنجليزي أيضا، والذي حاول ضم اللاعب بمبلغ 60 مليون يورو الصيف الماضي، ولكن الصفقة لم تتم ليتوجه البلوز لإعادة لاعب ديفيد لويز مقابل 30 مليون يورو. الخبر الثاني، فيراتي يصدم برشلونة. ارتبط اسم ماركو فيراتي لاعب وسط وصانع العاب باريس سان جيرمان بقوه ليكون احد الخيارات برشلونه الموسم القادم بسبب ضعف خط الوسط لبرشلونه بعد كبر سن انيستا، وقد يكون هذا الموسم الاخير له. وقال فيراتي لاحد الصحفيين: انا باقي في الموسم القادم مع باريس سان جيرمان ولن اغادر، ولدي عقد معهم لغايه 2020. وركز نادي برشلونة على عدة خيارات وهما فيراتي وكونتينيو وتياغو، لكن تياغو جدد وفيراتي رفض، ويبقى كونتينيو الذي أيضا قدم إلى النادي الكتالوني أمرا صعب بسبب تمسك يورجن كلوب به، وأيضا بسبب سعره المرتفع. الخبر الثالث والأخير، صحفي إسباني يكشف مؤامرة برشلونة لإسقاط ريال مدريد أمام سيلتا فيغو. ادعى صحفي إسباني أن برشلونة يحاول بقوة تدخل لإسقاط ريال مدريد في مباراته الهامة أمام سيلتا فيغو خلال المواجهة المؤجلة للنادي الملكي في مسابقة الدوري العالق لقبها بين النادي الملكي والبارسا قبل جولة على نهاية الموسم. قال إدواردو أندا في البرنامج التلفزيوني تشيرناجيتو: برشلونة تعاد بدفع مكافأة إلى سيلتا فيغو إذا نجحوا في التغلب على ريال مدريد هذا اليوم. يتساوى ريال مدريد وبرشلونة في عدد النقاط قبل جولة واحدة فقط على نهاية الموسم ب87 نقطة، لكن ريال مدريد له الأفضلية بمباراة مؤجلة التي ستلعب اليوم. ولن يفيد برشلونة تحقيق ريال مدريد 4 نقاط في المباراتين أمام سيلتا فيغو